taking things personally مش نحكيو على الموضوع هذايا في الكونتكست متاع الشغل. واللي هي نصيحة نحب نعطيها للعباد الكل اللي تخدم صغار وكبار، especially الصغار، على خاطر تكون أنت أول مرة بديت الكارير متاعك وما ما تفهمش بالضبط الديناميك متاع الخدمة كيفاش تصير. anyway إيش معناتها don't take anything personally؟ معناتها إذا كان الباص متاعك ولا الكوليج متاعك يعطيك كومنت من غير ما توقف روكتك وتقول شبيه يحكي لي هكا، وشكون يسخال في روحه، وعلاش يحكي معايا هكايا، وتبدا عندك الافكار الكل accumulate في مخك. على خاطر في professional environment راهو كي واحد ينقدك مش قاعد ينقد فيك انت، قاعد ينقد في الخدمه نتاعك انت كل مره هكا تجي مش تتنرفز وهكا وتتشنج. ديما خمم، قول الإنسان اللي قدامي قاعد ينقد في أنا شخصيا، في المظهر متاعي، في شنو لابس، في شعري، في في هندامي، وإلا قاعد يعطيني في كومنت، يعطيني في ملاحظة على الشغل متاعي. كان وفي معظم الأوقات راهو الكومنت يكونوا على الشغل متاعك. يعني بصراحة هذا معناتها how to translate it، كيفاش أنت تجم تفسوا ولا كيفاش تجم تترجموا، هو أنه يحكي على حاجة معينة في إطار معين اللي هو الإطار متاع الشغل، ويقعد غادي ما عنده حتى علاقة بشخصك، ما عنده حتى علاقة بأنك أنت إنسان باهي ولا إنسان خايب، وما عنده حتى علاقة في أنه الإنسان اللي قاعد يقولك في الكومنت هذاك هو إنسان باهي ولا خايب. So please في الworking environment it is meant to be like this. يعني it is meant أنه أنت تخدم شغل especially وقت انت تبدا جونيور، من بعد عندك عارفك ولا الكوليج نتاعك شتي كومنت على الشغل هذاك، انت الكومنت هذوكم تسمعهم طبقهم باش تحسن الخدمه نتاعك انت. مش الجوب نتاعك مش باش انه كل حاجه يقولوها لك انت تقول كان انا ما نحكيش فيها، ولا كان ما نناقش فيها ما نعطيش رايي. لا، ثم فرق بين حاجات سوشيال وحاجات توصل الخدمه. في الخدمه especially وقت ما عندكش انت الاكسبيرينس ذات از نيسيسري، ماذا بيك تكون في ماذا بيك تكون في المنتاليتي مع انك تسمع وتتقبل وتفهم دايجستي، ومن بعد وقت تولي عندك enough experience و enough arguments و enough معناتها ما تقول في روحك وقتها of course قول واحكي وناقش وقول هذه هكا وهذه مش هكا، وانت بيدك باش تنفع العبد اللي انت اللي قاعد تحكي معاه. اما من الاول especially وقت اللي ما عندكش انت enough experience، اسمع وحاول ما تكونش شكت واقفه وقت اللي انت كومنسي قالوا لك انت، باش هكاك تكون عندك كارير مرتاحه. وان شاء الله الناس الكل يكون عندهم كارير تحفورا برشا.